تحت شعار صناع الإعلام الجدد بيعقد النهاردة الملتقى الكشفي العربي الأول للإعلام الصغير. الملتقى بيحضروا أعمار مختلفة من 12 ل 17 سنة من 6 دول عربية مختلفة. تفاصيل أكتر عن الملتقى وعن الورش الإعلامية اللي بتقام فيها نعرفها خلال حلقتنا النهاردة. المصريين هم من أول من سجل القصص المصورة على جدران المعابد والأعمدة في تل العمارنة. ولما نرجع نشوف بساطة والتعبير عن القصة نجد إن بها كل مقومات القصة الحالية. طبعا هي لم تكن تأخذ شكل الكادرات أو القصة المصورة، الرسوم المتتابعة التي تصنع على أساس أن الكادر يعبر عن رسمة وبه بالونة حوار مثل بالونات الحوار التي أراها فوق رؤوسكم الآن. أنا الآن أرى بعض الأخوة فوق رؤوسهم بالونات حوار. هذا الشخص يقول: من هذا الرجل الممل الذي يتحدث؟ متى ينتهي هذا الحديث؟ والآخر مهتم بالإنصات ويقول: موعد الغداء. بالونات الحوار داخل الكادر هي الوسيلة الوحيدة التي نستطيع من خلالها معرفة ماذا يقول أبطال القصة، لأن القصة مطبوعة وليس بها شريط صوتي. تسمى قصة لها مقدمة وفيها أحداث وفي نهاية. ممكن القصة دي تبقى بوليسية، ممكن تبقى كوميدية، ممكن تبقى تاريخية. الآن أذكر سير الخلفاء الراشدين وأذكر موقفا معين، أتصور بلاش يعني أحد الناس يعني الكبار القادة الكبار في التاريخ، صلاح الدين مثلا، واذكر قصته. ازاي هعمل القصه دي؟ قصه كتابه القصه المصوره. اولا يكون معايا مجموعه من الاطراف وقلم، امكانيات بسيطه جدا، واقسم الصفحه نصين. هكتب هنا المشهد الحوار. المشهد هو مشهد استيقاظ محمد. هكتب ايه؟ استيقظ محمد من النوم، والغرفة مكونة من كذا، من سرير مش عارف ايه، من دولاب. والمشهد الكاميرا مثلا، احنا ممكن الكاميرا اللي بتصورنا دي بتصورنا ازاي؟ شايفين بتصورنا ازاي؟ بتصورنا احنا كده. طب لو الكاميرا دي في الاستاد ممكن تصورنا فين؟ فوق. زاوية الكادر التي اريد ان يخرج بها المشهد. يسموها ايه؟ الزاوية او المنظور. ان المشهد ده منين؟ هل اجيب محمد كده جنب صورة جانبية كده، محمد قايم من السرير ومتمطع ووراه حيطة وكده، ولا هجيب مثلا هستعرض الغرفة كلها من فوق ومحمد وهو قايم، واستعرض الدولاب؟ ادي المشهد الحوار. وانت ماذا قلت يا زيد؟ لا خلاص، هو لسه صباح الخير. هنقول بقى حاجة تانية. إلى أين سنذهب اليوم مثلا؟ إلى أين سنذهب اليوم؟ هل يستطيع محمد أن يجيبك في نفس الكادر؟ لا، لازم ينتقل إلى كادر آخر، من نفس المشهد، نفس في المشهد إذا كان في نفس المكان، وبعدين محمد يرد عليه، وإذا كان زيد هيقول حاجات. ونستكمل القصة إذا حدثت بالتسلسل اللي احنا قلناه ده.
ده بالنسبة لكتابة القصة. يجب أن تتمتع القصة بالحبكة. انتوا طبعا كلكم عارفين شكل القصة المصورة، هي عبارة عن مثلا كادر كده وكادر كده، كادر كده، كادر كده. معايا؟ هبدأ بإن أنا أعرف في كام بالونة حوار معدي وأعمل بالونات حوار بالقلم الرصاص كده اهو، واسيب لهم مساحات بحيث إن أنا الوقت أو المساحة تصرفني واسترسل في الرسم ولا أجد مكانا للكتابة. هذا خطأ كبير. وأبدأ أشوف من اليمين من يتحدث الأول. الذي يتحدث الأول هو محمد اللي هو بيبدأ الكلام، وبعدين ميراج، وبعدين زي ومحمد ممكن كان بيتمطع كده اهو، بنفس الحكايه. ومشهد السرير اللي هم الكادر الثاني يجب ان هو يكون اضافه وفي اختلاف عن الكادر الاولاني، ما يبقاش مجرد تكرار لما حدث في الكادر الاولاني. ونحرص دائما على موضوع البالونات انها تبقى موجوده في نفس المكان. ودلوقتي معانا عبد الرحمن خالد، هو احد الشباب المشاركين في الملتقى الكشفي العربي الاول. اهلا بيك يا عبد الرحمن. اهلا بيك. قول لي بقى، انت اول مره تشارك في حاجه زي كده؟ لا، انا كنت شاركت قبل كده في معسكرات وندوات تانية قبل كده، بس دي اول مره تعملها كشافه لاعلاميين او اللي هو الاعلامي الصغير، اول مره يعملوها ككشافه. بنتعلم السوشيال ميديا وتصوير فيديو فوتوغرافي. هنا النهارده اتعلمنا مع كرتون الصور المتحركه يعني على مدار الايام اللي انت شاركت فيها في الملتقى عموما لحد اليوم اللي قبل الاخير، قول لي باختصار يعني الحاجات اللي انت استفدتها من الملتقى ده. استفدنا عشان نعرف معنى الشعار بتاعنا اللي هو الكشافة العالمية زومبوكا وكده، واكتشفنا الحاجات مهارات كتيرة في تصوير الفوتوغرافي وفيديو، وبرضو اتعلمنا الشبكات والسوشيال ميديا اللي هو التواصل الاجتماعي هناك في الندوات. ودلوقتي معانا احد المشاركين العرب في الملتقى الكشفي العربي الاول، محمد نور. اهلا بيك يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قول لي، انت من السودان صح؟ نعم. اهلا بيك في مصر. أهلا بكل شباب مصر، شكرا لك. قول لي بقى، انت اول مرة تشارك في ملتقى زي ده كشفي؟ نعم، أول مرة أشارك. قول لي بقى، استفدت ايه في الملتقى ده من اول ما بدأ؟ استفدت حاجات كثيرة منها التصوير الفوتوغرافي، التصوير الفيديو، التوازن على كل شيء. يعني الإنسان لازم يكون متوازن لما يجي يصور، يعني يكون في قلبه طمأنينة، يعني ما يكون عنده خوف. وتكون يعني موضوعي وحيادي وبتقدم كل وجهات النظر في الحدث اللي انت بتصوره. أيوة نعم. قول لي بقى، انت مبسوط في مصر؟ أنا مبسوط والله. ايه اكتر حاجة عجبك في مصر؟ والله عجباني التعامل بتاع الناس معنا، عجبني التعامل، يعني بيتعاملوا معنا بصورة جيدة. شكرا. انا بشكرك جدا وبتمنى لك التوفيق. أستاذة ليلى علم الدين، مدير الإعلام والاتصال بالمنظمة الكشفية العالمية للإقليم العربي. أهلا بيكي. أهلا بيك، أهلا وسهلا. يعني إحنا أول مرة نشوف ملتقى يعني كشفي عربي بيجمع الدول العربية زي ده، الفكرة جت منين؟
بس ما تزعلنيش اما تقول اول مره تشوف، لان التجمعات الكشفيه العربيه بتحصل منذ زمن بعيد، ودي بتبقى في المخيمات الكشفيه العربيه. لكن انت صدقت عندما قلت ملتقى، هو ده اول ملتقى كشفي عربي خاص بالاعلاميين الصغار. يعني هو الشعار بتاعه صناع الاعلام الجدد، عشان كده انا كنت بقول اول مره يعني انه يكون ملتقى كشفي مخصص للتعامل مع وسائل الاعلام دلوقتي. لان انت عارف ان الفتره الاخيره خصوصا الثلاث سنوات الاخيره اصبح ظهر عندنا ما يسمى بصحافه المواطن. صحافه المواطن ان المواطن هو الذي يصنع الاعلام بنفسه، هو الذي يكتب الخبر، يعيش الخبر ويكتب الخبر ويصور الخبر، ثم يضع على أي وسيلة من وسائل الاتصال على الإنترنت، سواء سوشيال ميديا أو مدونته أو موقع خاص به. وبالتالي الفكرة دي جات لنا لأن لقينا الداعمين الأساسيين والحاشدين على السوشيال ميديا هو هذه المرحلة السنية من 12 ل 17 سنة. هي في مصر بتمثل المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. وبالتالي قلنا إحنا كحركة كشفية لنا منظومة قيم لابد أن نحافظ عليها، لنا منظومة ثقافات، أهداف، مبادئ، طريقة. وبالتالي قلنا هذه السن لابد أن ندربها على المحافظة على هذه الثقافات العربية وهذا التراث العربي وهذه القيم، لكي يظهروا على هذه الشبكات بشكل واعي، بشكل محترم، بشكل لا يفقدنا أي حاجة من مكتسباتنا القيمية. معانا احدى المشاركات فجر، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. قولي لي يا فجر، انت اول مره تحضري ملتقى كشفي زي ده؟ طيب احنا يعني في الملتقى ده في دول عربيه كتير، ازاي كان التعامل فيها؟ يعني 6 دول عربيه كنتوا بتتعاملوا مع بعض ازاي؟ من الاردن، من السودان واحنا طبعا اول ما كلنا اتجمعنا كان في زي صدمه حضاريه كده، كل واحد مش فاهم التاني، كلنا مختلفين مش فاهمين بعض. بس بعد كده احنا بقينا بنحاول، لدرجه ان دلوقتي في ناس مصريين بقوا بيتكلموا لهجات تانية، هما كانوا بيحاولوا يبطئوا لهجتهم شويه، بقى دلوقتي بقينا اصدقاء واخدنا ايميلات بعض وبقى في تواصل احسن يعني. تمام. قولي لي بقى ايه اكتر الحاجات اللي انت استفدتيها في الملتقى ده؟ وانا استفدت جدا من ورشه السيناريو، انك ازاي تكتب خبر صحفي، لان انا عايزه اطلع صحفيه، فعجبني ورشه السيناريو. وكمان المونتاج كان ورشه لطيفه يعني استفدنا منها كتير. قولي لي ايه ورشه العمل اللي انت نفسك تحضريها، او العنوان كده معين لورشه عمل نفسك تحضريه؟ وانا كان نفسي احضر تصوير فوتوغرافي، انت كنت دايما بتختار مونتاج يا تصوير. وكمان كان نفسي ان احنا اخدنا ازاي تكتب سيناريو وخبر صحفي، بس كان نفسي نطبع كل واحد يطبع صفحه كامله كجورنال يكتبه، يعني كان في فكره زي كده في كيدزانيا، فكانت فكره حلوه، كان نفسي نطبقها بما انه ملتقى اعلامي. قولي انت عندك كام سنه؟ 15. بشكرك جدا وبتمنى لك التوفيق يا فجر. عشان بتيجوا تحضروا وتصوروا وتتابعونا. شكرا ليكي. كانت دي حلقتنا النهارده من داخل الملتقى الكشفي العربي الاول. يعني بتمنى انه انتوا تشاركوا كمان في حاجات زي كده في الورش الاعلاميه المختلفه اللي بتقام، ويعني رسالته رائعه جدا، انه صناعه جيل جديد قادر على مواجهه الاعلام وقادر على يعني مواكبه الاعلام. هي دي كانت حلقتنا النهارده، بشكركم جدا اصدقائي.